طبعا احنا راح نبلش نأرخ للسيتي من بعد رودري، لكن صدقا اعتقد حتى لو رودري كان موجود المباراة راح تكون صعبة. انت لعبت امام فريق فولهام، فريق تكتيكيا ممتاز، دافع امامك من 5-4-1. اوابي شفناه كان دائما ماسك جريليتش. طبعا السيتي هاجم بال3-1 5-1، هاجم بال3-2 4-1. القاسم المشترك اللي كنا نشوفه بانه هالاند كان معزول، يعني ما كان في مهاجم ثاني بيلعبهم. كنت تشوف جريليتش وسيلفا ماخذين الاطراف، لويس مع جاندوجان مع فيلفودن بيلعبوا تحت هالاند. طبعا اللي بين السيتي بالشكل السيء بالشوط الاول تكتيكيا، فولهام كان واقف ممتاز، كانت خطوطه متقاربه وكان دفاعه قريب من الحارس، يعني كان يلعب ببلوك منخفض، فبالتالي حتى لو كنت تلعب كرات طويله كانت تكون اقرب للحارس. عداك عن ذلك بانه دفاعه بالخمسه عمل حائط صد قوي وما خلى في مدافعين يتحركوا على الاطراف حتى يعمل ثغرات. برضو كان يعتمد بتحركاته على بالتحولات، يعني كنا نشوف خطورته تكون اكثر لما المدافع الايسر كان يتقدم. كنت تشوف انه اللاعب رقم 11 ادام لما كان يتحرك على العمق وكان الظهير يتقدم كان في ريحه خطوره. الهدف الاول بصراحه فيه كوارث دفاعيه من السيتي، يعني استلم الكره براحته ولعب براحته ورجعت الكره ولعبها بالكعب والمدافع المهاجم فات وسجل. يعني بتحس السيتي متعود على انه هو دائما يهاجم، دائما مستحوذ، فبالتالي يعني دفاعيا كانوا مستعجلين بدهم ياخذوا الكره ويبلشوا هجمه. يعني بالفورمولا 1 في مثال حلو، تو فينش فيرست يو هاف تو فينش، يعني حتى تخلص اول على الاقل لازم تخلص، بما معناه دائما في احتياطات امن وسلامه لازم تعتبر فيها وتاخذها بالاعتبار بعين الاعتبار، ولا تستعجل حتى انك تخسر كل شيء. حتى تصل في المرتبه الاولى لازم بدايه تصل، فبالتالي لازم تاخذ اعتبارات واحتياطات. السيتي كنا نشوف دائما مستعجل على التسجيل، بده يسجل كثير في مساحات كانت تكون، لكن بصراحه الهدف الاول المدافعين يعني كانوا غايبين، يعني بتحس انهم كانوا يفكروا بشيء ثاني، مش انه ياخذوا الكره، يعني بدهم يخلصوا خلاص انه بسرعه اعطوني الكره عشان نهاجم. هدف الاول التقدم لفولهام، طبعا لحسن الحظ انه الهدف التعادل ما تاخر، سجلوا كوفازيتش. طبعا كوفازيتش سجل هدفين، فبالتالي لا تحس انه تقييمه ممتاز، لكن للاسف يعني هو مرات تحسه كانه مش مركز بالمركز اللي هو فيه، مش عارف انه هو اول واحد راح ينضغط عليه. كثير كان يلف يتفاجئ من اللاعبين يجي عليه، وهو لازم يكون واعي تكتيكيا بانه انت بتلعب امام مدافعين، فبالتالي فولهام راح يكون انت اول لاعب يهاجمك بعد ما تطلع الكره من المدافعين. يعني بغض النظر انه جاب هدفين لكن كان في عنده كوارث. بصراحه المباراه هاي غريبه، يعني ريكي لويس دفاعيا كان سيء، جاندوجان ما كانش ظاهر بالشوط الاول، فيلفودن ما كانش ظاهر بالشوط الاول، برناردو سيلفا نوعا ما كان بيحاول لكن الفريق كان معزول. هل لانه تكتيكيا كان فولهام ممتاز او انه هم اللعيبه كانوا سيئين؟ على كل إن انتهى الشوط الاول على 1-1. الشوط الثاني ايش اللي صار؟ الشوط الثاني من تحرك فيلفودن، بس هي الحركه الوحيده، اللمسه الوحيده على الجهه اليسار رفعها مع سيلفا، رجع لك كوفازيتش تسجل الهدف الثاني، ريح كثير السيتي. يعني انت بلشت المباراه ب2-1 باعتبار. طبعا هذا التحرك لفيلفودن يعني بعطيك فكره انه لو تحرك الشوط الاول بنفس التحرك هذا كان ممكن يحصل شيء افضل، لكن هي لمسه وحيده، هي ما في غيرها، هي لمسه وحيده اللي على اليسار اللي عملها، هو بالعاده كان ماخذ اليمين. على كل 2-1 امور ماشيه على العال. التبديلات بصراحه غريبه، يعني تبديلات دخول دوكو ماشي، دوكو واضح انه لانه كان فولهام بيهاجم كثير من الجهه هذيك وايوبي بلش يتقدم اكثر، فهم نزلهم دوكو جوارديولا حتى يضغط عليهم، وحتى لانه هو لاعب مهاري وسريع وممكن انه يدخل لمنطقه الجزاء ويسجل، فبالتالي هو نزله. هذا وضح بالهدف الثالث ليش نزله. لكن غير هيك تنزيل كول ووكر، يعني مثلا انا الصراحه توقعت انه لويس اللي يطلع، لكن طلع كانجي ونزل كول ووكر، هي عشان ادامه راول التبديل، واضح انه بده يغطي مكانه، لكن يعني حتى مع نزوله ادامه راول تفوق. انا بصراحه استغربت، فكرت ريكي لويس راح يطلع. على كل واضح انه ريكي لويس حتى يظل يعني مشاغل الظهير ويظل يهاجم بشكل اعلى، وينزل كيل ووكر بصحته وبراحته حتى يضغط على ادامه تراوري. على كل بعد ما سجل السيتي الهدف الثالث برضو سجل فولهام الهدف الثاني، يعني لا زالت المباراه بنكدها محافظه، يعني الثلاث نقاط اجوا مش بيطلعوا الروح، يعني على اخر دقيقه لما خلص السيتي وقدروا انه يخلصوا المباراه. بصراحه دفاع السيتي مكشوف، يعني هو رودري او مش رودري، دفاع السيتي مكشوف. على كل هاي المباراه صعبه،
ظروفها انت بتلعب بعد مباراة اوروبية، وهسه كمان جايك توقف الدوري، فبالتالي الافضل هسه حاليا انه اخذ 3 نقاط المستر جوارديولا، اموره تمام، وحاليا هسه ممكن ياخذ نفس ويفكر براحته شو الاجراءات اللي راح يعملها بس يبلش الدوري بعد توقف الدوري. انتهى الفيديو يا شباب، لا تنسونا من الدعم، استودعناكم في امان الله.